جيت لكم حبايبي تاني بعد الغريبه ما طلعت من الفرن ولازم تهدى. عايزه اقول لكم ان قبل ما تحطوها يعني انتوا كده شكلتوها اهي. قبل ما تشكلوها تقوموا يعني ضربتوا السكر الزبده بالسكر بالفانيليا، وحطيتوا الدقيق عليها ولميتوها كلها مع بعض. لازم تتحط ساعة او ساعة ونص بالكتير في التلاجة. وبعد ما تشكلوها في الصواني بتحطوها برضو في التلاجة. لازم قبل ما تستوي تتحط في التلاجة يا جماعة عشان ما تفردش منكم، وعشان تديكوا النعومية اللي انتوا عايزينها. ماشي. فانا اهو عملتها. ولازم بعد ما تطلع من الفرن ما تشيلوهاش من مكانها، مش من الصواني. ليه؟ لان بتبقى طبعا لسه ما مسكتش، وبتبقى دايبه خالص خالص، فلازم تبرد قوي وتبرد كويس جدا في الصينيه. وبعد كده تقوموا شايلينها وحاطينها بقى في الاطباق او في العلب اللي انتوا عايزينها اهي، زي ما انتوا شايفين اهي. ودي الارضيه بتاعتها. لازم الارضيه تبقى كده والوش يبقى كده، ما بتبقاش حمراء. الوش ما بيبقاش احمر، لان لو هتستني لو الوش احمر هتبقى جامده منك جدا، وده ما ينفعش. ماشي. بصوا انا عامله ازاي اهي، وقلبها زي الفل. اه. يا رب يكون بس تكونوا شايفينها. وما تعليش النار عليها، بتولعي النار من تحت بس على نار متوسطة او اقل من متوسطة بشوية، عشان تعمل معاكي الارضية كده والوش يبقى ابيض كده اهي، ناعمة زي الفل اهي. اهي اهي. والطعم خطير والسكر مظبوط. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبعودة وعيد سعيد على الجميع وعلينا وعلى أمة محمد، وينعاد علينا جميعا بالخير. وربنا كده يتقبل منا صالح الأعمال إن شاء الله، ونكون في أتم صحة وأحسن حال. وربنا كده إيه يدي كل واحد على قد اللي هو بيعمله بإذن الله. إذا كان خير فهو خير، وإذا كان شر فلنفسه وعليه بإذن الله. فأتمنى كده إن أنا اللي بقدمه يعجبكم، وأتمنى تتواصلوا معايا أرجوكم في اللايكات. تعلوا الفيديو مش يعني اللايكات دي مش هتعمل حاجة والله. أنا عارفة حبايبي كتير، واللي بيخش يحط لايك كتر ألف خيره، وجبر الخواطر على الله. وأتمنى ترفعوا لي الفيديو بعد إذنكم باللايكات. وأتمنى إن انتوا تجربوا طريقتي البسيطة دي في القريبة. وقولوا لي برضو إذا كانت عجبتكم أو لأ. عيد سعيد على الجميع، واشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصرية. مع السلامة حبايبي.